السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل صينية سمك في منتهى الجمال. انسي بقى القلي والشوي والتحمير، في 10 دقايق هتكوني عاملة صينية سمك مكاريل في الفرن مشوية بتتبيلة رهيبة جدا، ومعاها شوية صوص كده من الخضار في منتهى الجمال. وقبل ما نشوف الطريقة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. واول حاجه هنعملها مع بعض هننضف السمك. السمكه ديت النوع بتاعها تعتبر من انضف انواع السمك، لانها تعتبر السمكه الوحيده اللي مش متعبه خالص في تنظيفها، يعني تنظيفها بيكون سهل جدا. فهتيجي تبصي احنا مش هنعمل فيها حاجه خالص غير اننا هنفتح بطنها بس. بصي هنفتحه بقى كده لحد الراس من فوق خالص، لان احنا مش هنقطع الراس، هنخليه زي ما احنا ما بنشتريه من بره. لما بنيجي نشتريه مشوي كده من بره بتبص تلاقي السمكه زي ما هي سليمه قدامك، بس قلبها مفرغ من جوه والراس برضو بتبقى مفرغه. فاحنا كده شايفه ان غشيش اللي في الراس دي هنشيلها، والاحشاء اللي في البطن برضو هنشيلها اهو مع بعضهم كده. تمام كده. بعد كده بقى عندك دم هنا جوه في قلب السلسله، بنفتح الحنفيه وبتجيبي فرشة الأسنان الخاصة بتنظيف السمك، هتخلي لك بطن السمكة نظيفة جدا، بتشيل أي بقايا جواها. شايفة بتخليها بيضة جدا. هننضف بقى كل السمك بنفس الطريقة كده مع بعض. وبعد ما خلصنا تنظيف السمك كده وغسلناه، مسكت السمكة بقى كده شرحتها من فوق كده بالشكل اللي قدامك ده. ومعانا هنا الدقة عبارة عن 4 قرون من الفلفل، فرمتهم مع راس توم وضفت عليهم ملح اثناء الفرم. ودلوقتي هنزل عليهم بمعلقة صغيرة كده من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة، ونعصر عليهم ليمونة، ونقلب بقى البهارات كده مع الدقة، وناخد من الدقة بقى كده ونحدق السمك من بره ومن جوه. وانتي بتحدقي السمكة دخلي في التشريحات اللي احنا عاملينها في السمكة من بره دي، عشان احنا عايزين السمكة كلها تبقى متبلة. ونركنهم بقى على جنب كده تشرب بقى من التحديقة بتاعتها دي، من التمليحة ديت، على ما نجهز خلطة الخضار، التتبيلة التانية اللي هنحشي بيها السمك. ومعانا هنا بصلتين مقطعاهم كده جوانح، هنزل بيهم في الصينية، وهنزل عليهم برشة كده من الفلفل الأسمر. وبعد كده هدعك الفلفل الأسمر كده بالبصل. الفلفل الأسمر هنا هيميز الصينية بتاعتك، هيخليها مميزة جدا في الطعم وفي الريحة، وكمان الفلفل الأسمر مش هيخلي لها أي زفارة نهائي. ومعانا هنا قرنين فلفل وقرن شطة متقطعين، ولو مش حابة الشطة بتحذفيها من المكونات. واضيف عليهم 4 طماطمات كده متقطعين. ومعايا هنا بقية الدقة اللي احنا حدقنا بيها السمك اللي تبلنا بيها، هننزل بيها على الطماطم كده، وننزل عليهم بعصرة ليمونة، ونقلب بقى خلطة الخضار دي كلها كده مع بعضها. بجد خلطة رهيبة جدا جميلة. بعد ما نقلبها كده هنجيب بقى السمك ونحشي بطنه من جوه لحد الراس من فوق. هتفردي الخضار كده في أرضية الصينية، وناخد سمكة سمكة ونملى البطن بتاعتها لحد الراس من فوق. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك يا أمارات. وبعد ما خلصنا حشية السمك كله كده ورصيناه في الصينية، معانا هنا معلقتين من الصلصة، هننزل عليهم بمعلقة كده من الزيت ونقلبهم مع بعض، وناخد من الصلصة دي وندهن وش السمك كله. وبعد كده بندي السمك كده رشة من الزيت، بترشي كده على وش السمك من فوق رشة كده من الزيت، وندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، وتسيبيه لمدة نص ساعة. وبعد كده بتبص عليه لقيتي السمكة تنفخت معاكي كده وبقلظت، تعرفي ان كده ان السمكة استوت. تطفي من تحت وتولعي الشواية تاخد وش وتطلعيها، وهتلاقيها بالشكل الجميل اللي قدامك ده، حاجة كده بتتكلم عن نفسها، ومن غير قلي ولا شوي ولا دخان. ولما تيجي تفتحي السمكة كده هتبص تلاقيها ما شاء الله مستوية كويس جدا،
واللحم بتاعها ابيض وشاهق كده وجميل. واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهاردة ونال اعجابكم، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.